السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ميعادنا مع الوحدة الثانية في العلوم للصف الثالث الإعدادي. جاهز يا بطل؟ يلا بدنا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لحضرتك احنا خلصنا الوحدة الأولى، خلصنا 3 دروس نزلوا عندك على القناة، عاملين لك بلاي ليست كده ليهم، لو ما اتفرجتش عليهم خش يا باشا كده من فيها تريكات وحاجات كده مهمة جدا. طيب الوحدة الثانية قال لك يا أستاذ الوحدة الثانية بتتكون من درسين. درس اسمه المرايا ودرس اسمه العدسات. خلي بالك تاني مرة ان الاتنين دول عبارة عن حاجات، يعني مواد اجسام، دول عبارة عن تطبيقات لظواهر. كان عندي كام ظاهرة؟ قال لي عندي ظواهر طبيعية او الظواهر اللي هي بتاعت الضوء، ظواهر الضوء. كام ظاهرة يا استاذ؟ قال لي عندي 2. عندك حاجة اسمها انعكاس، ايوه، وعندك حاجة اسمها انكسار. باشا الكلام ده مش جديد عليا، كلمة انعكاس دي انا خدتها السنة اللي فاتت. فاكر الشكل دوت؟ عمود المقام وزاوية سقوط وزاوية انعكاس، هناخده تاني والله العظيم بس مع زيادة سن. طب الانكسار خدناه برضو قبل كده عادي والله العظيم، بس لا مش هيبقى فيه زاوية انكسار بقى وشعاع مفيش الحاجات دي. طب انت عايز يا باشا؟ عايز اقول لك ان الانعكاس من اولها اهو بيحصل في المراية. يبقى تاني يا عم، لما اقول لك المراية بيحصل لها فيها انعكاس عشان نبقى على نور، لكن العدسات بيحصل فيها انكسار. ماشي يا صاحبي؟ يبقى كده بسم الله الرحمن الرحيم بدايتنا اهو. عندي درسين في الوحده، اول درس اسمه المرايا ودرس اسمه العدسات. طب المرايا دي حضرتك بيحصل لها ظواهر ايه؟ قال لي عندك حاجه اسمها انعكاس، لكن العدسات حاجه اسمها انكسار. طيب هو يعني ايه اصلا يا مستر مرايه؟ والله بجد انت بتسالني يعني ايه مرايه؟ لا يا عم انت اللي هتقول لي يا باشا. المرايه دي زي اللي عندنا في البيت. طب تعالى بس نجيب الكتاب كده بسم الله عشان نبدا منه. بيقول لحضرتك اول حاجه عندنا في الوحده الثانيه، تمام، الطاقه الضوئيه. ماشي. بيقول لك عندي حاجه اسمها انعكاس الضوء. خليك عارف ان دي ظاهره، عشان لو يسالك ظاهره ارتداد اشعه الضوء الى نفس وسط السقوط، تقول له ايوه ده انعكاس الضوء. طيب يبقى تاني تعريف انعكاس الضوء هو ايه؟ هو ارتداد مين؟ اشعه الضوء الى نفس الوسط. بالله عليك انا عايز اجيب الثانيه، تعالى كده عشان نبقى متفقين ان المرايا بيحصل لها انعكاس، ايوه في نفس الوسط. ركز على الجمله دي. طيب اكيد يا مستر، يبقى دي كده في وسط واحد ولا في وسطين؟ لا هيبقى في وسطين، ايوه مالهم؟ مختلفين. يعني ممكن تبقى زي الميه والازاز، اي كمان زي الازاز هي يا مستر انت عايز ايه؟ والله خلاص هي هنعمل ايه تاني؟ طيب عموما يا صاحبي نخش هنا ونقول لك عندي حاجه اسمها مرايه مستويه. تسالني بقى سؤال، هو يعني ايه مرايه مستويه؟ ايوه المرايه اللي عندك في البيت زي ما مكتوب كده او موجود قدامك على الشكل دوت. حضرتك واقف كده اهوت باصص في المرايه، شايف شكلك في المرايه اهو. الشكل دوت نتج بسبب ايه؟ ايوه دي مرايه. يبقى انعكاس ولا انكسار؟ انعكاس. وسط ولا وسطين؟ وسط واحد. طيب وخلي بالك ان مش اي حاجه بتبقى مرايه. طب انا واقف قدام الحيطه دلوقتي، ليه ما عملتش مرايه شكلي؟ اقول لك لان لازم أن يقابل سطحا عاكسا. لازم أن يقابل سطحا عاكسا. عايزين نقلل بس البتاع ده شويه. قال لي سعادتك الصوره بقى اللي انت شايفها قدامك دي، انت وانت واقف قدام المرايه وشايف صورتك قدامك، ليها شويه خواص، يعني ليها شويه حاجات بتميزها دون عن بقيه المرايات. هو في مرايات ايوه يا ابني، درس اسمه المرايا، يعني مش مرايه واحده، دول 3 مرايات. خدنا اول واحده اللي هي المستوي، انت ما شفتش غير المستوي، لا وشفت حاجات تانية كمان بس هنشوفها دلوقتي. طيب قال لي عندي اول حاجه يا صاحبي، هو انت وانت واقف اهو، وانت واقف قدامي انا شايفك دلوقتي، قوم واقف كده قدامي. هل دماغك فوق لكن في المرايه دماغك بتبقى تحت؟ يعني انت بتبقى كده؟ ايه ده؟ اكيد لا يا مصر، ببقى حاجه اسمها معتدل. يبقى ثانيه يا صاحبي نزودها شويه. يبقى ثانيه يا باشا، اول خاصيه من خواص الصوره اللي بتتكون فين؟ في اي مرايه ولا في المرايه المستويه؟ في المرايه المستويه. بتبقى ان المرايه او بتبقى حضرتك صورتك فيها تبقى معتدل. تاني حاجه بتكلم عن المرايه اللي في بيتك، يعني ما تقوليش يا مستر ده في مرايات بتكبر وبتصغر، ماليش دعوه، انا بتكلم عن المرايه اللي انت في بيتك، اللي انت بتقف فيها او بتقف فيها حضرتك قبل ما بتنزلي كل يوم. باشا انت وانت واقف في المرايه بتشوف نفسك ضخم؟ طب بتشوف نفسك رفيع؟ لا والله بشوف نفسي زي ما انا نفسي شايفها، عادي زي ما الناس شايفاني انا بشوفها. فعموما يا صاحبي بيقول لك ان بتبقى مساويه للجسم. دي مين دي؟ قصدي على الصوره. يبقى تاني الصوره اللي في المرايه هتبقى معتدله، يعني راسك فوق راسك فوق. طب يعني ايه يا باشا مقلوبه؟ راسك فوق راسي تحت. يعني انت تبقى واقف كده
وراسك. طب ده هل دي مرايه مستويه؟ لا، دي انواع تانية من المرايه مش علينا دلوقتي. طيب يبقى مساويه للجسم في الحجم. تاني حاجه اسمها التقديريه. والنبي يا شيخ، والنبي الله يرضى عليك، يعني احفظها معايا دلوقتي. مستر ما اتعودش احفظ معاك، يعني عايز افهم. لا دي حفظ دلوقتي، حفظ حفظ الله يرضى عليك، لحد ما ناخد التقديريه وعكسها. طيب بس كده بقى، هشوقك اهو، يلا بينا. طيب قال لي بتبقى كمان معكوس الوضع. يبقى انا كده خدت 4 حاجات. اول حاجه ان المرايه او الصوره في المرايه المستويه بتبقى معتدله. تاني حاجه بتبقى مساويه للجسم. تالت حاجه بتبقى اللي هي حفظ اسمها تقديريه. اسمها ايه؟ تقديريه. رابع حاجه اسمها معكوس الوضع. طب باشا يعني ايه معكوس الوضع؟ اقف اقف قدام المرايه. اه والله تخيل انت واقف قدام المرايه عادي جدا جدا جدا. يلا ارفع ايدك اليمين اهو. بقول لك ايه، وليه تقف؟ ما انت شايفني دلوقتي. ايوه حلو. انا رافع ايدي اليمين، بس انت شايفها رافع ايدي الشمال. اه والله العظيم. يعني انت دلوقتي شايف يا رب يعني ابقى صح. شايف في الفيديو اللي قدامك دلوقتي ان انا دي ايدي الشمال، بس والله العظيم دي الايد اللي انا باكل بيها، دي ايدي اليمين. انت عايز تقول لي ايه؟ ان كلمه معكوسه ان اليمين شمال والشمال يمين، بس كده بس كده. طيب ايه كمان؟ دي اللي محتاجه بقى رسمه. قال لي بعد الجسم عن المرآة يساوي بعد الصورة عن المرآة. بمعنى أصح، حضرتك لو قربت من المراية الصورة بتقرب ولا بتبعد؟ بتقرب. طب لو بعدت عن المراية الصورة بتبعد. عايز أقول لك يعني إن المسافة بينك وبين المراية بتساوي المسافة بين الصورة والمراية. مستر مش فاهم، فهمني في الوايت بورد. يلا بينا نفهم في الوايت بورد يعني. بقى اسمها، مش عايز أقلش بصراحة وأقول بقى اسمها بلاك بورد، بس يعني حاسك هتعمل لي بلوك بعدها، صح؟ حقك عليا يا عم، حقك عليا. طيب اللي بعده يعني. انا عايز ده يبقى ده. ايوه. طب ما ده كده يبقى ده. لا نعمل ده كده كده بس. اللهم صل على النبي. يلا بينا باشا، ارسم لي نفسك اهو يا عم انت. حلو الكلام. شويه بقى القطايط الحلوه دي يا باشا. عموما ما علينا. صاحبي عايزين نعمل ايه؟ قال لك يا باشا حط المرايه بالشكل ده. ماشي. دي الحياه الواقعيه، دي اللي انت فيها يعني. ده كده انت الجسم، هسميك الجسم. دي الحياه الواقعيه اللي انت بتبقى واقف اهو يا عم. انا هقف كده، هقف مد وشي كده اهو. هتخلي المرايه قدامي بالشكل ده باشا. يلا هيظهر لي صوره هنا اهو في الحته دي كده. يلا بينا يا عم. حاسس ان انا رسمتها غلط. وايه ده؟ هو كل دي رجلي. المهم يعني عايز اقول لك ايه يا عم، دي الارض اهي. بلاش، مش مهم نرسم الارض. ماشي. انا عندي جسم، عندي جوه دي اسمها المرآة، ودي اسمها كده الايه؟ الصوره. صلي بينا على النبي. هو ايه بقى الحته اللي احنا كنا قلناها في الاول؟ قال لحضرتك ان البعد ده بيساوي البعد ده بس. ايوه اللي هو البعد ايه؟ بعد بين الجسم والمرايه بيساوي بين الصوره والمرايه. البعد بين الصوره والمرايه. يعني عايز تقول لي ايه؟ يعني عايز اقول لك ان لو دي مثلا ماس ب 2 متر، يبقى دي كمان بكام؟ ب 2 متر. طب باشا يلا سؤال صعب. لو الراجل ده بعد متر هيبقى كده توتال كام؟ 2 و1 تقول لي 3 متر. يبقى نفس الكلام برضو، الصورة تبعد متر كمان وتبقى كمان هي كام؟ 3 متر. اه والله. بس خلاص يا باشا. يبقى 2 متر يبقى 2 متر. طب لو بعدت بقت يبقى 3. طب لو قربت بقت متر يبقى كمان قرب متر. عموما بعد الجسم عن المرآة يساوي بعد الصورة عن المرآة. طب باشا سؤال صعب، يلا بينا. يقول لحضرتك بالشكل ده. يعني انا رسمته ده كبير. يقول لسعادتك ده الجسم خلاص انا متعود عليه. دي الصوره اللي جوه، دي الحياه اللي مش واقعيه، دي اللي انت وهو بتمشي وتتحرك وروح وشمال ويمين. لو قلت لك ان المسافه هنا، ولا اسكت، لو قلت لك ان المسافه هنا ب 2 متر اللي هي دي كده، يبقى المسافه دي بكام؟ رد عليا. يبقى ب 2 متر برضه. حلو، انا مش عايز دي اصلا. ما انت عايزها يا باشا. اقول لك المسافه بين الجسم والصوره كام؟ ايوه واحده واحده بقى. شوف ايدك فين، او صباعك بدايته فين ونهايته فين بالبلد يا باشا. انا قلت المسافه بين ايه؟ بين الجسم. يبقى اول حاجه ايدي على الجسم اهو خط اهو. ومين؟ والصوره. ما قلتش والمرايه. يبقى الصوره اهي. يبقى انا عايز المسافه دي كلها. يعني لو دي ب2
ودي كمان بكام؟ ب2. يبقى كده المسافه بين الجسم والصوره كام؟ 4 متر. طب يلا قول معايا، لو دوت راح كده متر يعني بعد متر، هيبقى كده كام؟ 3 متر بس بين الجسم والمرايه. يبقى ده كمان 3 متر برضه، يبقى 3 و3 هيبقى كام؟ 6. شغل الشغل كده معايا يا صاحبي وصلي بينا على سيدنا محمد. طيب فهمنا الحته دي؟ باذن الله المسافه بين الجسم والصوره هتطلع كام؟ 4 متر. طب لو ده بقى 3، يبقى 3 و3 6. من الاخر هو قايل لك قانون يعني اضربها في 2. والله بس خلاص. طيب نعمل واحده كمان بس شكل مربع بقى. ادي يا عم مرايه، وادي يا عم الجسم المربع هقول عليه ان هو الجسم، وادي بقى شويه حاجات. تعال نشوف كده. الف او A B C. بص يا عم، ده الجسم خلاص وعرفته. حد عنده مشكله في الحته دي؟ ده كده الجسم وتعرف وعرفته، الدنيا تمام. هاجي اقول لك بقى يا ترى الصوره انهي واحده من دول؟ انا عارف والله العظيم اللي انت قاعد دلوقتي ايه ده؟ والله يعني هل في حد من الناس اللي بتتفرج دلوقتي مش عارف ان الصوره هي ايه؟ اكيد مش سي واكيد مش بي، امال هي ايه؟ هي ايه؟ ايوه بقى انا عايز اعرف هي ليه ايه؟ اه والله بجد عايز اعرف بس هي ليه؟ قال لي عشان لو رسمت خط من هذا العمود او من رسمت خط من هذا الجسم الى هذه الصوره، خلاص احنا عرفنا ان دي الصوره، الغي بقى دي، الغي دي خلاص كده غلط ما ينفعش. هلاقي ان هو بص بيرسم لي الشكل ده عادي. طب ما يلا لو انت شاطر بقى رياضه قول لي الشكل ده كده ايه؟ العمودين دول عمود، والله قلتها خلاص. الخطين دول عموديين على بعض. يعني ايه عموديين؟ يعني في زاويه 90. طب بص كده، يبقى قال لي لازما الخط المستقيم الواصل، لازما يبقى مستقيم، ها ماشي، الواصل بين الجسم ايوه ومين والصوره لازما يبقى عمودي على ايه؟ على المرايه، اللي هي على المرآه. والله. طب تعالى كده يا باشا بالبلد يعني، وصل لي كده، يمكن انا غلطان، وصل كده خط بين ده. اسالك سؤال، خط مستقيم هتقول لي سهله جدا، بس هل دي كده عمودي؟ لا ده لا اسمها ايه؟ منفرجه. طب تعالى كده، بقت منفرجه اكتر، انفرجت اكتر. فعموما لازم تبقى بالشكل ده. طيب باشا انا عايز اسال سؤال، يلا بينا. لو ده جسم تبقى الصوره هنا ولا هنا ولا هنا؟ خلاص بقى انا فهمت، لازم نرسم عمود بالشكل دوت، ولازم يبقى ده قد ده، خلي بالك، وارسم الصوره هنا اهوت. طيب عايز افهم حاجه بس معلش، الجسم ايه بالنسبه للصوره؟ لازما، او الصوره ايه بالنسبه للجسم؟ لازما تبقى فيها 3 حاجات، 7 حاجات قصدي. يا عم بقى ركز، 6 حاجات. المهم اول حاجه ان لازم تبقى معتدله. والله يعني مثلا لو في هنا حاجه كده اهوت، لازم تبقى في هنا كده نفس الحاجه كده اهو. اصل مش مقلوبه، لو الراس فوق تبقى كمان الصوره راسها فوق، سهله. تاني حاجه لازم تبقى مساويه للجسم. ما انا مستر ما عملتوش بالشكل دوت، ما انا كان ممكن اعمله مربع صغير، بس لا انا حاولت ان انا اعمله قد بعض. تمام. تالت حاجه اللي احنا قلنا هنحفظها كانت ايه؟ تقديريه. رابع حاجه وقلنا ان هي معكوسه الوضع. يعني ايه يا صاحبي معكوسه الوضع؟ يعني واقف اهو، انا رافع ايدي اليمين بس هي باين عنك ان انت ايدك الايه؟ ايدي انا ايه؟ الشمال، بس والله العظيم انا رافع اليمين اهو، باكل باليمين ماشي، مش هحلف كده. طيب وبعدين ما تقوم يا ابني تجرب، يا ابني قوم جرب، وقوم جرب قدام المرايه، اقف. بس لو انت بتتفرج بالليل ما تقفش، والله اقف عادي، يعني مفيش حاجه هتحصل اصلا. طلعت كل ده هوكس، مفيش عفاريت في المرايه، عفاريت في المرايه، عفاريت في الحمام، في المرايه ما فيهاش عفاريت. 5 قال لي هو ان المسافه، بص دي اللي رخمه، فانا عايزك تبقى متخيلها. بص كده، لو دي ب 2 متر، طب ماشي يا اسطى اهو، لو دي ب 2 متر يبقى دي بكام؟ 2 متر. يعني المسافه بين مين؟ جسم وصوره ولا جسم ومرآه؟ جسم ومرآه هتساوي المسافه بين الصوره والمرآه اهو. يعني المسافه بين الجسم والمرآه هتساوي المسافه بين الصوره والمرآه. خلصنا الحته دي؟ لا ولا ركز، العمود ده او الخط المستقيم الوسط بين الجسم والصوره لازم يبقى ايه؟ عمودي. يعني ايه عمودي؟ يعني زاويه 90. يعني انا هنا تبقى انت هنا مش هناك.
ينفعش انا ابقى واقف كده هو قدام المرايه وصورتي واقفه هناك في المطبخ، ما ينفعش. طيب يبقى 6 قال لك ان المستقيم الواصل بين الجسم والصورة، مش المرآة، الجسم والمرآة أو الصورة عمودي على المرآة. يعني ايه عمودي؟ يعني زاوية كام؟ ب90. نرجع كده، احنا شرحنا كل حاجة عن المراية المستوية. خش اهي شرحنا دي، مستقيم الواصل بين الجسم والصورة يكون عمودي على سطح المراية. طيب قال لي صاحبي بقى هناخد قانون انا كنت بحبه جدا 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 وانا في ثانيه اعدادي. كان قانون كده سهل ولذيذ، شرحه حلو وجميل ومش محتاج كلام كتير. عندي قانونين للانعكاس. الكلام دوت ما بيحصلش، يعني لو جبت مثلا ليزر وعملته في السبوره او في المرايه، اكيد الكلام ده مش هيتم بطريقه عشوائيه. يعني انا مش هعمل كده هلاقيه رد لي كده، يعني انا هعمل بص يعني بزاويه هلاقيه رد لي، او هلاقيه راح كده، مش عشوائيه. بتبقى ازاي؟ قال لي بقوانين وبحاجات منظمه. ليها قانون اول وده الاكثر استعمالا. ايه القانون الاول؟ بيقول لي ان زاويه السكوت بتساوي زاويه الانعكاس. ده كلام قديم جدا جدا جدا، انا بس محتاج افكرك ايه هي زاويه السكوت وايه هي زاويه الانعكاس. سيبك من ده، انا بحب ارسم بايدي على الوايت بورد. طيب قانون انعكاس الضوء الثاني نفس الكلام برضه هنقوله ايه على الوايت بورد. طيب تعالى 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 وهنقول دي كمان، كله كله ان شاء الله، مش هنسيب لك فتفوته. نمسح كله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى يا عم، بيقول لحضرتك ان ده كده المرايه. يا مستر هو انت مش بتعمل مرايه من فوق؟ يا عم نيمتها عادي حلو. قال لي المرايه بتبقى فيها كده من تحت حاجه شبه الشراشيب، نسميها شراشيب. الشراشيب دي مالها يا عم؟ قال لي ان الشراشيب دي تبقى الجزء اللي ورا المرايه. يعني المرايه مثلا اللي موجوده في الدولاب، او المرايه اللي موجوده عندك في اي حته وانت نازل من السلم، لو لفيت المرايه هل الاقي مرايه؟ ايه السؤال ده؟ انا ما جربتش بصراحه، انا ذات نفسي ما جربتش، بس انا عارف. انا لو لفيت المرايه هلاقي قطعه من الخشب. الخشب دوت سطح عاكس، يعني بيعكس الضوء بتشوف نفسك فيه؟ لا. فاقول لك خلاص ان تحت الشراشيب دي ده سطح ايه؟ معتم، او اللي هو غير عاكس. طب يلا بقى نحفظ السطح العاكس منين يا مستر؟ تقول لي اول ما تشوف الشكل ده تقول لي ان السطح العاكس من فوق، او اللي ما فيهوش شراشيب، عشان في مرايات بعد كده. فاللي فيه شراشيب ما فيهوش، ما بيعكسش، ده بيبقى عادي معتم، ما بشوفش نفسي فيه. لكن اللي فيه شراشيب، لكن اللي ما فيهوش شراشيب قصدي، ده اللي بقى العكس، ده اللي ينفع نعكس فيه. طيب ده يعني ده اللي مثلا لو عملت له ليزر كده يروح كده، سهل وبسيط. طيب جبنا يا عم الليزر بالشكل دوت هنا اهوت، ورفعنا الليزر كده 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 كده، سقط. هل سقط في السطح كله؟ يعني سقط هنا وهنا ولا سقط في نقطه؟ سقط في نقطه اهي، النقطه قدام عينك. سميت النقطه دي، مش هو سقط، هسميه شعاع ساقط، دي اول حاجه. وسقط في نقطه هسميها ايه؟ نقطه سكوت. والله يا مستر كلام منطقي، يعني مش محتاجين اصلا، مش محتاجين درس اصلا. ايه ده يا عم؟ ايه الكلام ده؟ طيب يبقى تاني يا عم، ليزر سقط شعاع يبقى شعاع ساقط، سقط في نقطه يبقى نقطه سكوت. وهنعرف دلوقتي ان من عند نقطه السكوت بطلع بعمود. ايه؟ من عند نقطه السكوت بطلع بعمود هسميه عمود مقام او عمود مقام، الاثنين واحد. عمود يعني عمود اهو، والله يعني الزاويه دي بكام؟ يلا ب 90 حليتها قشطه. الزاويه دي كده ب 90. خليك فاكر ان الزاويه دي كلها بكام؟ ب 90. طب الزاويه اللي على الشمال ايوه 90 برضه. ما الخط المستقيم كانت مجموع زواياه ب 180، يبقى النص بكام؟ 180 على الاثنين. محتاج انا عارف ان انت محتاج 90. طب هنا 90 برضه. طيب هو سقط ايه؟ هيقف في مكانه؟ قال لي ما بيقفش في مكانه. امال بيعمل ايه يا باشا؟ قال لي بينعكس. ودي الحته بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيها ان المرايا ايوه بتعمل لي ايه؟ انعكاس. طب ما تيجي نشوف كده الحته بتاعت، احنا قلنا مرايا انعكاس في نفس الوسط، مرايا انعكاس في نفس الوسط. تعالى يا باشا نشوف. بص كده، فوق بيبقى جاي من هواء. طب تحت ده كده اسمه اصلا الزجاج، يعني دي المرايا اصلا. نسال بقى سؤال يا عم، هواء ومرايا هل دول نفس الماده؟ لا طبعا، فدول اسمهم وسطان مختلفان او وسطين مختلفين على حسب العربي.
طيب انت عايز ايه هنا يا باشا؟ عايز اقول لك هو كان جاي منين؟ من هوا اهو، من فوق. انت فوق يعني انت في العالم ده، انت مش في العالم ده. طب راح فين؟ راح للهوا برضه. يعني جاي من الهوا راح للهوا. نفس الوسط ده ولا مش نفس الوسط؟ نفس الوسط. يبقى انعكاس ولا انكسار؟ انعكاس. لكن عارف لو كان عدى كده لجوه انكسار بس. يعني بقى هوا ومرايه او هوا وزجاج. طيب باشا يلا بينا. حط لي كده ايه معلومات اللي انا عارفها من تانية اعدادي. انا عارف ان انت نسيت. شعاع سقط، شعاع سقط. والله والله العظيم سقط شعاع، شعاع سقط. طيب النقطه دي اسمها نقطه ايه؟ سكوت. بيحصل عندها عمود. نقطه سكوت بيحصل عندها عمود. عمود اسمه عمود ايه؟ مقام. الزاويه بكام؟ 90 عشان عمودي. سهل سهل. والشعاع ده خلاص بقى يعني شعاع سقط هيحصل له ايه؟ بص بص والله العظيم انعكاس. يبقى شعاع منعكس. بس يا عم قشطه. والله خلاص. بس انت خلي بالك انت عندك حاجه هنا اسمها سطح عاكس. سطح ايه؟ عاكس. باشا عندي كام حاجه هنا؟ شعاع ساقط، عمود مقام، شعاع منعكس، سطح عاكس، وطبعا عندي نقطه سكوت. خليك فاكر. طيب ايه الكلام؟ قال لي الزاويه دي بص بص ركز الله يرضى عليك. الزاويه اللي بين مين ومين انت اللي هتقول. حط ايدك كده اهو بين الشعاع الساقط وبين العمود المقام. ايوه بسميها ايه؟ بتسميها زاويه سكوت. من الزاويه دي اسمها ايه؟ ملناش دعوه، ما نعرفش، ملاش اسم. طب لو حبيت اوصف الزاويه دي، مش اللي على الخط ده كده اسمه سطح عاكس؟ اللي هو ده اهو اهو ده كده 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 اسمه سطح عاكس. يبقى الحته دي كده اسمها ايه؟ دي الزاويه المحصوره اللي بين، ملاش اسم، المحصوره بين السطح العاكس والشعاع الايه؟ الساقط. لكن لو عاوز زاويه سكوت، بص لو عايز اي زاويه لازم يبقى فيها عمود. زاويه يعني عمود. طب زاويه سكوت يعني شعاع ساقط وعمود. طب لو زاويه انعكاس يعني شعاع منعكس وعمود. تمام؟ هم اصلا مفيش غيرهم الاثنين. طيب يلا انت ما قلت لي يا ابني، قلت لي انا لو عاوز زاويه انعكاس يبقى شعاع منعكس وعمود، اللي هي الحته دي كده بص اهي بس. طب الزاويه دي ما لهاش اسم والله. نفس الكلام. دي كده اللي هي بين الشعاع المنعكس، قصدي الشعاع الساقط وسطح العكس. ودي بين السطح العاكس والشعاع المنعكس. ليهم اسم؟ ما لهمش، اسمها الزاويه المحصوره. طيب يلا انا هقول لك وانت قول لي دي مين. الزاويه المحصوره بين الشعاع الساقط والعمود. بقى جبت عمود يبقى زاويه سكوت. حلو. شعاع ساقط وعمود يبقى زاويه سكوت. طب الزاويه المحصوره بين الشعاع المنعكس والعمود يبقى زاويه انعكاس. تعالى بقى عشان الاثنين دول مهمين جدا جدا جدا. نعمل كده كده. باشا القانون الاول ماله؟ تعالى سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القانون الاول. مش هفضل بكتب قانون قاف. ماشي. قال لي مش انت عندك زاويتين؟ قلت له لا انا عندي 4. قصدي اللي عليهم اسامي. قلت له 2. زاويه سكوت وزاويه انعكاس. يبقى هو يا عم هقول له ان زاويه السكوت ايوه مالها تساوي زاويه الانعكاس. والله العظيم والله. لا نطلع لي كده يا باشا. اطلع بس كده. ما اطلع بيطلع ازاي؟ طيب اطلع لي بس كده يا باشا. انت قلت لي ان الاثنين قد بعض. قلت لك ايوه يا ابني انا عارف ان قلت لك الاثنين قد بعض. يعني لو دي ب 30 تبقى دي بكام؟ ب 30 والله. من غير اي حاجه. 30 30 بس. لسه التقيل جاي يستنى عليا. طيب نعمل كده عشان نكتب القانون الثاني. انا هكتبه مره واحده بس ونشرحه على الرسمه. القانون الثاني بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لك ان الشعاع الساقط والمنعكس والعمود المقام. ما تقول لي كده يا صاحبي، هو العمود المقام كان مقام منين؟ مقام من ايوه نقطه السكوت. برافو الناس الشاطر. مالهم؟ قال لي شايف كل دول؟ في مستوى افقي واحد. ماله يعني؟ مش مهم اكتب عمودي على ايه؟ على السطح العاكس. بس كده. عموما يعني القانون الاول ده سهل وفي عليه مسائل وبيتقال.
يعني زاويه سكوت بتساوي زاويه انعكاس. هجيب لك رسومات واقول لك يلا قول لي فين زاويه سكوت، ويلا قول لي فين انعكاس بقى اللي انت كفيف. يعني لو حد كفيف بيتفرج علينا اكيد هيزعل. انا اسف يعني والله مش بتنمر يا جماعه. طيب قاف 2 قال لك الشعاع الساقط دي اول حاجه، والمنعكس. ما اكيد بما ان في شعاع سقط يبقى شيء في شعاع انعكس، واكيد في نقطه سكوت وعمود مقام. ما الكلام ده احنا عارفينه يا باشا. قولوا بقى، قول الرسمه دي كلها وقول لي كلها عمودي على سطح العكس. يبقى يلا نبدا مع بعضين. بسم الله يا عم. الشعاع الساقط والشعاع المنعكس اهو اتنين مع بعض، والعمود المقام. مقام منين؟ من نقطه السكوت. كل دول ايه؟ عمودي. فين؟ استنى خد عمودي على السطح العكس. بس كده يا عم. طيب باشا، انا عايز مفيش مساله من المسائل اللي بتيجي على الكلام دوت ما تقولهاليش النهارده، ما تقولهاليش دلوقتي. كله اوائل طلبه بيبص مش بقى كله نتقال النهارده. بسم الله. كده الدرس هيتقسم على جزئين، فنستغل الجزء ده كده ونكبره كده ونحل حاجات كتير. عارف الناس تزعل ان تلاقي الدرس 3 ساعات. لا مش للدرجه دي والله. خد يا ابني ما تقفلش البتاع يا ابني لسه. انت اكيد دخلت وعارف ان الدرس هيبقى ساعه يعني. المهم يا باشا، عايز ايه؟ نرسم شويه رسومات. طيب ده مرايه. حلو. هل رسمت الشراشيب؟ لا ما اعرفش. يبقى انا كده ما اعرفش فين السطح، بس انا عارف ان الشراشيب من تحت دايما يا باشا. يبقى فوق السطح الايه؟ العكس. يلا ادي شعاع وادي شعاع. اول حاجه اعلمها لك في الحته دي، كل اللي فات ده عادي سهل وبسيط. اتجاه السهم. ايه؟ اتجاه السهم. ليه مش فاهم؟ لان اتجاه السهم لو نازل يبقى ساقط، اتجاه السهم لو طالع يبقى منعكس. يعني انت عايز ايه؟ اقول لك انت دايما حافظ، هتحفظ ان ده كده سقط وده منعكس، لان الدنيا كلها بتشرحها كده والكتاب ذات نفسه شرحها كده. بس الكتاب بقى يقول لك خلاص يا باشا انت خلاص فهمتها، تعالى لي بقى هعكسهم لك وانت مش واخد بالك، بس دلوقتي انا مديهم لك كويسين. ماشي باشا، الرسمه دي ناقصه حاجه. والله ناقص. انت عندك شعاع ساقط، شعاع منعكس، عندك السطح عكس، عندك نقطه سكوت. ايوه اسمعك. ومن عند نقطه السكوت اطلع بعمود. ماشي يا عم، طلعنا بعمود. تكبرها شويه بس كده يا صاحبي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يبقى انا عارف ان في نقطه سكوت وطلعت بعمود. قشطه. فكرني يا ابني العمود ده كان زاويه كام؟ 90. حلو. يجي يقول لك يا باشا خد بقى دي هنا دي ب 30. يلا كمل لي الرسمه. كمل الرسمه ازاي يا مستر؟ والله مش انا اللي اقول لك، المفروض انت بتدرس رياضه وعارف الكلام دوت. مش انا قلت لك ان دي ب 90؟ بص ما تبصش على ده، بص على الجزئيه دي كده، الحته دي. مش انت عارف ان دي كلها 90؟ تقول لي ايوه ما انا عارف، بس مش عارف تكمل. كمل يا ابني. لو دي ب 30 دي كلها ب 90، قطشت منها 30. قطشت منها 30 يتبقى كام؟ 60. حلو. مين بقى ال 60 دي؟ هي بص الاثنين زي بعض بس هتفرق زاويه سكوت. ليه يا مستر؟ لان محصوره بين الشعاع الساقط والعمود المقام. انا ما نمتش غير ساعتين النهارده، ف يعني ادعي لي كده، ادعي لي انام اصلا يعني عارف انام. طيب تعالى هنا. يلا يا باشا من القانون الاول، زاويه سكوت بتساوي زاويه الايه؟ انعكاس. يعني لو دي ب 60 تبقى دي كمان ب 60. الحمد لله على السلامه. طب ما تكمل يا عم جميلك وقال لك هات الرسمه كلها. يلا هات الرسمه كلها. يبقى دي بكام؟ ب 30. فهنا بقى نطلع بقانون بتاعنا احنا بقى. القانون ده اللي احنا مخترعينه، ان اللي جوه بيساوي اللي جوه واللي بره بيساوي اللي بره. عارف ان انت اول ما اقول لك اللي جوه هتقول لي بيساوي اللي بره. افهم، اللي جوه بيساوي اللي جوه واللي بره بيساوي. طب مش انت عمال تقول لي مين جوه؟ جوه وجوه. والله جوه للداخل جوه يعني بالنسبه لده كده هو جواه كده. طب ده لا ده بره. يبقى ده كده بص اتجاه البر. يبقى يا جماعه اللي جوه اللي جوه بيساوي اللي جوه واللي بره بيساوي الايه؟ اللي بره. ده قانون هنسميه ايه؟ مش عارف يعني نسميه اي حاجه. انا كنت مسميه قانون رغاوي السنه اللي فاتت. ماشي. المهم يعني تعرفوش انتوا مين رغاوي دي. ماشي. المهم يا باشا خلي دي على جنب كده، ناخد مثال تاني اهو. تعالى نعمل كده. ادي يلا الشراشيب من تحت يبقى سطح العاكس من فوق. دي عكس دي على طول. ماشي.
جالك شعاع ساقط، سقط في نقطه يا دكتور صاحبي. فين الشعاع الساقط اهو؟ معلش بقى يعني قول لي فين السهم اهو. ماشي كده سقط. تعمل عمود، تطلع ده، تقول لي ان ده ب 30. تاني يا مستر؟ لا خلاص بقى نغير. تعال نغير، تعال نغير باشا. يعني ناخد كده حاجات تعجيزيه، تعجيزيه جدا. ده ب 55. مستر ما تهزرش. 55 55. يلا اطرح برضو من 90 تبقى 90 و 55. انا ورطت نفسي ولا ايه؟ هتبقى 35. هتبقى 35 هتساوي 35. لو زاويه السكوت بتساوي 35 يبقى دي كمان بكام؟ 35 بالظبط. يبقى دي بكام؟ 55 طبقا لقانون الرغاوي، ان اللي بره بيساوي اللي بره واللي جوه بيساوي اللي جوه. ما تقوليش جبت قانون الرغاوي ده منين، لان انا ما اعرفش. هم قالوا لي نسميها مستر رغاوي على اسم بنت. طيب طبعا تقول لي بنت اسمها رغاوي ازاي يا باشا؟ ما اعرفش بقى انت. عموما يعني يا شباب، يعني في ايات بتقول لك ولا تنابزوا بالالقاب. يعني ايه تنابزوا بالالقاب؟ يعني حضرتك لو بتقول لصاحبك بتناديه بحاجه معينه مش اسمه، يعني اكيد مش محمد بتقول له هو محمد، بتقول له حمودي مثلا. حمودي دوت لو هو بيحبوش لازم ما تنادوش بيه تاني. ليه؟ ربنا امر نستجيب ليه واحنا مغمضين. ليه يا باشا؟ عادي هو كده لازم. طيب يبقى تاني يا جماعه، عشان والله الحوار ده مهم جدا، لان ده امر الهي زي الصلاه كده والصوم. قال لك ولا تنابزوا بالالقاب. هو المفروض اسلوب نهي او نفي مش فاكر. المهم يعني ان هو امر بيفيد الامر. انا بامرك بحاجه ما تعملش ده ما تعملوش. طيب اللي بعده بسم الله كده. خش كده اهو. تعالى يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي جاي بقى مش مساله، امال ايه؟ تعالى اقول لك. اقول لك بقى ده الشعاع ده 1 2 3 4 5 النقطه دي ها 6 وده 7. يلا بينا من 1 ل7 نشوف ده ايه وده ايه وده ايه. مستر وانت بتالف السؤال؟ لا السؤال ده موجود عليك وممكن يجي لك عادي جدا. تعال نقول 1. يلا يا صاحبي قول لي 1 من هنا يبقى ده شعاع منعكس. تقول لي ده شعاع منعكس. لا بقى ركز. لما السهم يبقى نازل يبقى شعاع ساقط. يبقى 1 ده دلوقتي ايه؟ شعاع ساقط. يبقى 1 اهو شعاع. على فكره هي دي كانت التركه، الباقي كله اتقفت حلو. طيب رقم 2. رقم 2 حضرتك بيقول لك ان ده هيبقى شعاع، بس شعاع ايه؟ منعكس. رقم 3. 3 دي اللي هو اللي جاي في النص ده اسمه ايه؟ اسمه عمود مقام. طيب رقم 4 فين يا مستر؟ 4 والله مستر زاويه اهي زاويه. وبين الشعاع الساقط وبين العمود المقام تبقى زاويه ايه؟ ساقط. يبقى سكوت. يبقى زاويه سكوت. يبقى طبيعي يبقى 5 بيساوي ايه؟ زاويه انعكاس. وقول لي زاويه سكوت وزاويه انعكاس مالهم؟ بيساووا بعض طبقا للقانون الاول. اسمه القانون الاول للانعكاس. طب هو هيجي يقول لي قول لي القانون الاول للانعكاس. زاويه سكوت بتساوي زاويه انعكاس. طب قول لي القانون الثاني. ده كبير بقى. مش الشعاع الساقط ولا المنعكس ولا عمود المقام من نقطه السكوت، كل دول عمودي على السطح العكس. ماشي. فين 5؟ قلنا 5. فين 6؟ 6 دي النقطه. حلو. 6 النقطه يا باشا اللي اسمها نقطه سكوت. طب يلا بقى 7. 7 دي مش انا اللي اقولها، امال مين اللي هيقولها؟ حضرتك هتقول لي 7 دي في التعليقات. وقول لي على فكره، قول لي يا باشا معلش، هتقول لي ده ايه وهتقول لي هو من فوق ولا من تحت. يعني انا قلت هقول يعني خلاص بقى. يلا انت قول بقى. ماشي. عرفني كده ان انت معايا كده ومستجيب. يلا وما تنساش طبعا تعمل اللايك بقى والشير وسبسكرايب والحاجات الحلوه والجميله ديت علشان نقدر نكمل على القناه دي. يعني القناه دي اصلا انا نفسي اقفلها والله، مجهود على الفاضي. مش عارف فاضي طبعا، كله لاجل عيونك يا جميل. يلا بينا يا عم. بسم الله. خلصنا يا عم. انت عايز ايه تاني؟ لا في بقى السؤال ده شايله الحبايب الحلوين. والله باشا يلا. انا مش فاكر كان الرسمه مرسومه ازاي، بس يعني في المغلب المغلب ده صح. تعالى يا عم قول مثلا دي ب 40. يلا يابا. يلا ايه؟
ده شعاع ساقط. دي زاويه، تقول لي زاويه سكوت، اقول لك غلط. يعني انت بتقول ايه؟ دي زاويه محصوره بين الشعاع الساقط. اللي انت كنت هتكتبه في الكومنتات، انا قفشك. تعالى بس كمل، يلا. تقول لك كمل يا عم انت، ايه ده؟ ايه الرسمه دي؟ فين يا باشا؟ هو فين يا باشا؟ صح فين الشعاع المنعكس؟ فين العمود اقول لك ايوه والله العظيم، انت جيت في جمل. ده هي دي الاجابه. انا لازم اعمل الشعاع المنعكس، لازم اعمل الشعاع المنعكس، ولازم اعمل العمود المقام، ولازم احط زاويه سكوت، ولازم ايوه لازم احط كل دول. انت انا عادي، اللي هو انت يعني كطالب، انا كده عارف اعملها. فيلا دي نقطه سكوت صح يا استاذه؟ يلا يا استاذه، عمود مقام. والله بس هي دي. يلا ادي عمود. طب يلا بعده سقط، يبقى يعني انعكس. والله انعكس خلاص. تعرف تكمل؟ ورب الكعبه تكمل والله. طب دي ب 40، يبقى دي بكام؟ 40 يبقى متممه. بص رياضه، يلا رياضه. متممه ال 40 تبقى 50. حلو. ولو زاويه السكوت ب 50 تبقى زاويه الانعكاس كمان ب 50، تبقى دي كمان ب 40. اللي جوه يساوي اللي جوه طبقا للقانون الاول، واللي بره يساوي اللي بره طبقا لقانوني انا اللي حاطه. طيب خلصت كده؟ يا مستر خلصت كده. يلا بينا نخش على اللي بعده. بقول لسعادتك الشعاع الضوئي الساقط. شويه بقى تعريفات عبيطه. هو يعني ايه شعاع ضوئي؟ نسيت حاجه. ايش تفكرني يا صاحبي؟ تعالى بس كده. بص يا ابن عمي، في غلطه من السنه اللي فاتت، والله العظيم مين السنه اللي فاتت بتغلط فيها. ادي شعاع الساقط عندي. بص بقى، المفروض ان انا اعمله كده صح؟ لا، هعمله كده. مين ده؟ هو انت المفروض تقول ان ده العمود. لا مش العمود، مش عايزه. هو مش عمود ده الشعاع الساقط. سقط كده. وات؟ يعني ايه؟ هو مش المفروض بيسقط كده؟ لا، انا بقيت عمودي عليه. يعني ايه عمودي عليه يا باشا؟ يعني الزاويه ب 90. تقول لي لا، هي المفروض الزاويه ب 90 هي الزاويه اللي بره. بص كده، هنقول مثلا دي ب 40، لما امسح دي كده اهو واقوم عاملها كده اهوت، الزاويه دي ايه اللي هيحصل لها؟ تبقى ب 50. طب يلا كمل. تبقى دي كلها بكام؟ ب 60. لكن اللي جوه ايه اللي بيحصل لها؟ ايوه، ما هي كلها 90. لما تبقى 50 60 70 80 90 يبقى اللي جوه بيحصل لها ايه؟ بتقل. ولما توصل ل 90 يبقى الشكل اللي عندك دوت اهو ثانيه واحده. يبقى الشكل اللي عندك ده ان ده شعاع ساقط. بص وزاويه اهو يلا السكوت تساوي 0. رب الكعب خلصت. طب هو كده لما يبقى عمودي تبقى الزاويه اللي بره دي هي اللي ب 90. الزاويه الخارجيه، انا ماليش دعوه بالزاويه الخارجيه. تعال، الشعاع الساقط اللي هو ده شعاع ساقط. بص دي 3 في 1. وشعاع منعكس. ليه منعكس؟ هتفهم دلوقتي. وكمان اصلا الشكل ده كان اسمه ايه؟ عمود مقام. ايوه والله العظيم 3 في 1. 3 في 1. فدلوقتي هو الشعاع الساقط هو عمود المقام. يعني بص انا واقف كده ولقيت حاجه نازله من فوقيه، يبقى الزاويه بكام؟ 0. ما فيش حاجه. لكن لو نازله كده، نازله بالشكل دوت، تبقى الزاويه ب 10 20 30 40 عادي، مفيش مشاكل. لكن ده نازل فوق راسي، نازل عمودي. نازل ايه؟ عمودي. يبقى لو سقط عمودي يبقى زاويه السقوط ب0. وبما ان زاويه السقوط ب0 تبقى زاويه الانعكاس كمان بكام؟ ايوه بتساوي 0. ماشي يا باشا؟ طيب علل. عندما يسقط شعاع ضوئي عمودي على السطح العاكس يرتد على نفسه. بص كده اللي حصل دوت اللي هو يرتد على نفسه، ونحطها في برواز عشان دي مهمه جدا جدا. يبقى ما النتائج؟ سقوط شعاع ضوئي عمودي على السطح العاكس يرتد على نفسه. لكن قلت لك علل، لان زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس تساوي 0. يبقى دي ما النتائج. بص عمال بظبطك ازاي، اسئله وهناك وهنا وها. يلا بينا. تنساش اللايك. لا مش دي. تعالى هنا. ايوه يلا. مش انت عمال تقول لي شعاع ساقط. مين هو الشعاع الساقط؟ والله عباره عن خط. خط مستقيم. هقول لك هو الشعاع الضوئي الذي يسقط على السطح العاكس ويلامسه عند نقطه السقوط.
وممكن ينقال عليه كمان ان هو خط مستقيم يمثل الحزمه الضوئيه الساقطه. دي هنا صح، دي هنا صح. الشعاع الضوئي منعكس نفس الكلام، بس بص يرتد، يعني ده يسكت ده يرتد، لكن هتلاقي نفس الكلام هو مفيش اي فرق. زاويه السكوت هي الزاويه المحصوره، قلت سكوت يبقى لازم عمود، سميتها قلت زاويه السكوت يبقى لازم عمود. تقول لحضرتك هي الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطه السكوت. طيب زاويه الانعكاس نفس الكلام. طيب ما معنى قولنا ان نحل الحاجات اللي ديت؟ زاويه سكوت شعاع ضوئي على سطح عاكس 45. لما زاويه السكوت ب 45 تبقى زاويه الانعكاس بكام؟ ب 45. 45 برضه. فممكن يقول لك كده وممكن يقول لك كده. طب باشا انا مش عايز دي هنا، انا عايز اقول لك بقى يعني ايه زاويه سكوت. قول لي تعريف. هي الزاويه المحصوره بين الشعاع الساقط والعمود المقام بتساوي كام؟ 45. اه والله الكلام مكتوب قدامك. اي ان الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطه السقوط تساوي كام؟ 45. طب لو قلت له يا باشا ان زاويه الانعكاس بخمسة اسمها كام؟ 45. لا عادي صح، مش حوار. طيب تعالى بقى على الشكل دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بص والله العظيم انا نفسي مش عارف والله. طيب يعني باشا يا رب يا رب يا رب يا رب اللي يغش ما يروحش الساحل السنه الجايه يا رب يا رب. طيب بيقول لي في الشكل المقابل سقط الشعاع الضوئي على الف، اللي هي فين الف؟ فين يا اسطى الف يا اسطى؟ يا عم مش مهم، يلا الف اهو، يلا بيها. احسب كل من زاويه. باشا انا عايز احسب كله. ايه كله؟ يعني ايه؟ تعال ركز في دي بس. انا عارف والله العظيم ان انت المفروض. طب اقول لك ايه، تعالى ركز في دي الاول عشان انت يعني هتركز في دي احسن. بس نمسح دي معلش. تعالى على المعدوله. سيبك دلوقتي من اللي مش معدول، تعالى على المعدوله. لا هو اصلا بالله ماشي. مش ده عمود؟ دي ب 30 يبقى دي بكام؟ متمم ال 30 بكام؟ يعني ايه متمم؟ يعني هطرح من 90. 90 ناقص 30 هيساوي 60. يا ليه كده اصلا؟ طيب طب لو دي ب 60 تبقى دي كمان بكام؟ ب 60. طب دي بكام؟ ب 30. حلو كلام سليم يا مستر. عايز ايه؟ انا عايز الزاويه دي اصلا. ماشي. هي الزاويه دي طبعا مش عموديه، انا افهم بس كده. هل ده شكل عمودي؟ يا عم انا عايز ده يا عم. يا جماعه ركز معايا. هل ده كده شكل عمودي؟ لا والله مش شكل عمودي خالص. طيب انا كده جبت الزاويه دي. هو اي مثلث يا ابني فيه كام زاويه؟ مثلث 3، يعني 3 مثلث 3 زوايا. لو معاك 2 تجيب لي الثالثه ازاي؟ 180 ناقص الاثنين، يعني ناقص جمع الاثنين. يعني طب انا جبت واحده. امشي بقى في المرايه دي. بص عايزك تشقلب الموبايل شويه، او انت تشق شويه زي كده اهو. بص انا هعمل كده، هعمل كده اهو. بص يا باشا اهي دي بقت معدوله بالنسبه لي. ده العمود المقام اهو. لو دي ب 30 تبقى دي بكام؟ والله ب 60. يبقى دي ب 60 تبقى دي ب 60 برضه والله العظيم. تبقى دي بكام؟ ب 30. يا الله 30 و30 60. اديها كام على 180 يا ابني؟ اطرح 180 ناقص 30 و30 هيديك 120. على فكره والله العظيم كلام منطقي، انا حاسه كلام منطقي. هي مش دي كانت تحسها زاويه منفرجه؟ يعني ايه منفرجه؟ يعني زاويه اكبر من 90. ما طلعت بكام؟ الزاويه دي كده يبقى الزاويه مش ده يبقى الزاويه دي كده هيساوي كام؟ 120 درجه. بس يا بحث بس يا صاحبي. بس يا باشا انواع المرايات ديت لا ده نخليه بقى الجزء اللي جاي. طيب دلوقتي يا شباب خلصنا الجزء الاول اللي هي المرايه المستويه بالقانون الاول انعكاس وبالقانون الثاني، وعرفنا ازاي نعرف اصلا الشعاع الساقط والشعاع المنعكس من خلال السهم. ما تحفظش، ما تقولش يمين يمين وشمال شمال زي ايه. ركز معايا. طيب فعموما خلصنا الجزء الاول من الدرس الاول. الجزء الثاني تقيل شويه. والله العظيم تقيل، بس محتاج تخيل. تتخيل معايا الدرس يبقى سهل. خلي بالك انت هتلاقي نفسك بتحل ليه في اخر كل، يعني بص انت هتلاقينا ان شاء الله هنسهل لك الدنيا، بس انت برضه هتلاقي صعب. يعني مرايا يا اسطى. اسال كده اي حد في جامعه ايه اوسخ درس في ثالثه، اقول لك المرايا. بس ده سمعه على الفاضي،
والله العظيم انت يا عم هتفضل تقول ان هو رخم، بس يا ابني بتعرف تحل. ده كان من احسن الدروس اللي بعرف احلها. ليه؟ عشان بتفهمها. بفهمها وصعبه، هي صعبه، بس هتحس بلذه كده. يا باشا مش تعمل دي يلا هتبقى كده، تقول لي ده ايه ده ما انا عارفها. بس فالمهم يعني ان انت مش عارف اقولها لك ازاي. هتحل وانت مش فاهم ايه ده، حل وانت مش فاهم، وتيجي نتراهن. طيب يعني باشا ناقص لك ايه؟ في الفيديو الجاي هناخد انواع المرايا، اللي هي المرايا الكريه والمرايا المستويه. خدنا المرايا المستويه، ناخد المرايا الكريه ان شاء الله. هناخد المرايه حاجه اسمها، طب ما نسيبها يا اسطى لوقتها يعني. ليه نقول؟ طب ما نشرح الدرس اصلا. طب يا عم توحشونا والله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.